السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، على الأمة الإسلامية جميعا. عاملين ايه يا بنات؟ احكولي كده، عملتوا ايه في العيد وقضيتوا العيد عندكم ازاي؟ النهارده بقى فيديو حلو قوي قوي قوي. ده كده كان فيديو روتين يوم الوقفة أو ليلة العيد. تعال كده معايا كده نعيش مع بعض الأجواء ونشوف احنا عملنا ايه في اليوم ده مع بعض. عملنا حاجات حلوة قوي قوي وفرحنا نفسنا كده بحاجات بسيطة قوي. فرحي نفسك وفرحي ولادك ودخلي البهجة على نفسك وعلى ولادك بحاجات بسيطة جدا جدا. حبيت انزل لكم الفيديو ده متأخر شوية بحيث ان انتوا تتفرجوا عليه ان شاء الله تكونوا كده قاعدين وفاضيين. طبعا خلاص العيد خلص، انا زعلانة جدا جدا. خلاص بقى نرجع للروتينات القديمة بتاعتنا. ف يلا الحمد لله رمضان خلص والعيد كمان خلص، فيلا الله المستعان، اللهم لك الحمد يا رب. بس بجد يعني الواحد الفترة دي بيمر بأيام، يعني الحمد لله بجد الواحد بيخرج من رمضان أصلا متضايق كده ومش مبسوط خالص، والحمد لله يعني بنبقى مبسوطين شوية في العيد. والعيد خلاص كمان هيمشي ونرجع للروتينات بتاعتنا بقى القديمة خالص والنظام بتاعنا القديم. فيلا الله المستعان، تعالوا كده معايا نقضي يوم حلو قوي مع بعض ان شاء الله، اوريكم انا عملت ايه وقضيت يوم ازاي كده، وتفاصيل ليلة العيد عندي انا بقضيها ازاي وبعمل فيها ايه، والطقوس عندي بتاعت ليلة العيد انا بعمل فيها ايه بالظبط. بصوا قبل كده انا هوريكم كده اول حاجة من اول الفطار، انا كنت عملت ايه فطار في اليوم ده. بصوا يا بنات في اليوم ده انا عملت كده شوية رز بسمتي، وعملت كمان فراخ مشوية، وعملت شوية سلطة وشوية مخللات، وعملت عصير موز باللبن، لأ جوافة باللبن، وعملت سلطة بقى كده زي ما انتم شايفين. وده كده كان الفطار بتاعنا النهاردة. ما عرفتش اصور معاكم في الاخر بصراحة لاني كنا جعانين جدا جدا وانا اتأخرت جدا في الفطار في اليوم ده. فكلنا كده بعد المغرب بفترة، فما عرفتش ان انا اصور معاكم. المهم جينا بقى بعد الفطار كده خلصت اللي ورايا وخرجنا كمان اشترينا كده شوية حاجات بقى تجهيزات كده بتاعة ليلة السهرة كده بتاعة يوم الوقفة. جبنا كده مقرمشات كده من كل طعم كده، جبنا ب5 جنيه. وجبنا كمان الفلامنكو ده بنحبه جدا جدا بالسوداني كده بالجبنة. وجبنا كمان سينا كولا وجبنا بيك شيبس، وجبنا ده يا بنات بديل اللي هو الشيتوز، طعمه حلو جدا جدا برضو بصراحة. وجبنا كمان من المقلة بقى جبنة سوداني كان طازة كده وكان جميل جدا وكان سخن وكان حلو قوي قوي بجد. وجبنا بقى لب كمان، جبنا لب سوري وجبنا لب سوبر وجبنا لب ابيض كمان. وده كده كانت المسليات بتاعتنا او اللي هي التسالي بتاعت ليلة الوقفة وايام العيد بقى خلاص. بصراحة كنت بحب ان انا اجيب الحاجات دي في الاخر عشان تبقى صابحة كده وطعمها حلو، يعني ما تبقاش إنها مركونة أو إن أنا أجيبها مثلًا يومين 3 قبل العيد وكده، لأ باحب أجيبها يوم الوقفة بصراحة، عشان بتبقى صابحة كده وطازة تبقى طعمها حلو جدًا. فدي كده الحاجات اللي إحنا جبناها. تعالوا بقى كمان إحنا هنرصها مع بعض بقى ونعمل سهرة حلوة كده، ونرص بقى المقرمشات بتاعتنا والتسالي بتاعتنا كده ليوم الوقفة بقى للسهرة بتاعتنا يوم الوقفة. أنا يا بنات من النوع اللي باحب جدًا جدًا إن أنا أعمل سهرة حلوة كده يوم الوقفة كده، وأخرج كده يوم الوقفة وأشتري شوية حاجات، ده أساسي عندي من يوم الوقفة بصراحة. يعني أنا يوم الوقفة وقفة العيد دي أو ليلة العيد لازم أساسي إن أنا أخرج في الليلة دي بصراحة. أنا معودة ولادي إن إحنا بنخرج في اليوم ده، وكنت كمان باشتري فيه الشوكولاتات والحاجات دي كلها، بس قُلت لأ، كنا بنلاقي زحمة جدًا جدًا، وكنا بجد كنا بنتبهدل. وبُصّوا على ما بنجيب الشوكولاتات والحاجات دي بتبقى زحمة أوي، أوي. فأنا قُلت لأ، جبت الشوكولاتات بتاعتي بصراحة يوم الجمعة اللي هو قبل الوقفة بيومين، وقُلت بقى أسيب الحاجات دي كده إيه لخروجة إيه ليلة العيد. بنحب بعد الفطار يعني البنات بياخدوا شاور كده واغير لهم والبسهم لبس الوقفة كده، ونخرج بقى يوم الوقفة كده نتفسح شوية نشرب عصير، نجيب بقى الحاجات بتاعتنا اللي هي حاجات التسالي دي اللي هي المقرمشات الشيبسي البيبسي، الحاجات اللي هي المقرمشات والحاجات اللي بتاعت السهرة دي والسوداني بقى واللب والحاجات دي. وباجي كده بصراحة من برّه بقى نبدأ إن إحنا إيه، نرُص بقى الحاجات بتاعتنا كده ونرُص المقرمشات والحاجات بتاعتنا، ونبدأ إن إحنا ناكل إيه، منها كده ونقعد مع بعض كده سهرة حلوة لحد الوقفة، يعني لحد صلاة العيد يا بنات. بنفضل كده لحد صلاة العيد، وبعد كده يعني ما بننامش خالص، يعني إحنا في الليلة دي مش بننام فيها خالص، خالص. وكنت عملت هنا إيه كمان، كنت عملت بصراحة صينية بسبوسة بس نسيت إن أنا أصورها معاكم خالص، يعني كنت عاملاها ومجهزاها من قبل الفطار، بس نسيت بصراحة إن أنا أصورها معاكم. وكنت بصراحة في اليوم ده كمان كنت باعمل فيه جيلي، كنت باعمل فيه اللي هو الكريم كراميل، بس بصراحة ما عملتش
فاكتفيت بصينية البسبوسة بقى مع الإيه، الحاجات اللي إحنا جبناها الحلوة دي والشوكولاتات والحاجات الحلوة دي، وقُلت إيه كفاية مش مشكلة خالص. وكمان إحنا جايبين بقى بيدي فور وحاجات بقى، فالأكل هيبقى كتير جدًا، جدًا، فقُلت لأ كفاية كده، وبعد كده إن شاء الله لمّا الحاجات دي بقى نلاقي حاجات إحنا خلّصناها يعني، فأبدأ إن أنا أعمل مرّة كريم كراميل، مرّة أعمل جيلي، بحيث ما يبقاش الحاجات كتير مرّة واحدة، وتيجي تخلص مرّة واحدة ما يبقاش في حاجة، فهمتوني؟ لإني ما شاء الله، ما شاء الله الحاجات كتير أوي، أوي يعني، فقُلت لأ خلاص كفاية كده، أكتفي بالحاجات دي، و أسبوع كده والّا حاجة نكون كمان إحنا كمان يعني نكون إحنا كمان خلّصنا صيام، لإن إحنا بصراحة كنا بنبدأ من تاني يوم العيد على طول الصيام، ولكن إحنا قُلنا المرّة دي نبدأ من تالت يوم، فبدأنا كده من تالت يوم صيام، فطبعًا الحاجات دي هتبقى كتير أوي، أوي، مش هنلحق إحنا نخلّص الحاجات دي، فقُلنا بعد يعني أمّا نخلّص صيام نبدأ إن إحنا إيه، نعمل بقى كريم كراميل ونعمل الجيلي وكمان الترمس يا بنات. أنا كنت متعودة إن أنا باعمل الترمس ده من يوم الوقفة، ولكن أنا جوزي قال لي لأ اصبري شوية بعد ما نخلّص صيام الأول، لإن الترمس كده هيقعد معانا فترة طويلة وإحنا كمان مش هنعرف ناكل منه عشان نبقى إيه، صايمين. فإن شاء الله بأمر الله بعد ما نخلّص صيام هنبدأ إن إحنا إيه، نعمل بقى الترمس بقى والحاجات بتاعتنا كلها. وكل سنة وأنتم طيبين، وينعاد عليكم يا رب بالخير واليوم والفرحة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة يا رب، يكون قضيتوا عيد سعيد كده عليكم، وقضيتوا عيد مبارك كده، وقضيتوا أيام حلوة وجميلة. قولوا لي عملتوا إيه في العيد يا بنات، وخرجتوا والّا لأ، ورُحتوا فين، و وعيّدتوا على قرايبكم وصحابكم والّا ما رُحتوش؟ أنا الحمد لله يعني بابايا وربنا يديله الصحة يا رب وأخويا وكده جيهم عيّدوا عليَّ وكده، وأنا رُحت كمان عيّدت عليهم. ورُحنا كمان عيّدنا على قرايبنا وكده، بس لسه ما خرجناش بقى، يعني خروجة حلوة كده لأ، ما خرجناش لسه بصراحة. فقُلنا كده بصراحة يا بنات أنا من النوع اللي ما باحبش إن أنا أخرج في الزحمة، يعني أنا ما باحبش زحمة العيد وكده فاهمين؟ فالزحمة بتاعة العيد وكده ما باحبهاش، أنا باحب إن أنا أخرج في الروقان كده، يعني يكون الدنيا كده رايقة، ما يكونش في ضغط كده بالناس في الأماكن وكده لأ. بصراحة دلوقتي طبعًا الملاهي أي مكان هتروحيه بيبقى مضغوط جدًا ومليان جدًا ومزحوم أوي، أوي بالناس بصراحة. وأنا واحدة من الناس بصراحة ما باحبش الزحمة، أنا ما ليش في الزحمة وما باحبهاش، فباحب بصراحة أروح أماكن تكون إيه، يعني رايقة كده، أو أروح مثلًا في أوقات يكون الدنيا رايقة فيها. فطبعًا عندِك أسبوع العيد ده كله بتلاقي الدنيا ضغط بقى وكده، فقُلت لأ أنا نقضّي العيد ده كله كده في البيت عادي جدًا، يا دوبك بس بنخرج كده ممكن إن إحنا نتمشى شوية، نشرب عصير ونيجي، فاهمين؟ بس مش أكتر، لكن نروح مكان ونقعد فيه وكده لأ. بصراحة كل الأماكن زحمة جدًا، جدًا، كل ال آمم أماكن الأكل زحمة أوي، 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 يعني بتاع الكشري، بتاع الساندوتشات بقى اللي هو البانيه، الحاجات دي بتبقى زحمة أوي، أوي، أوي بصراحة، فلأ أنا مش حابة الزحمة خالص، أنا حابة إني أروح في روقان، فقُلت لأ أسيب أول أسبوع ده خالص بقى الناس كلها تكون كل اللي واخد إجازة يكون راح في كل حتة براحته، وفي الآخر بقى أنا أقعد بقى براحتي أنا بقى يا بنات إيه، على روقان كده نخرج كده إحنا على روقان بقى في الإيه، في الرواقة كده مع نفسنا. فدي بصراحة أحسن حاجة، يعني أنا يعني لو أنتم زيي برضه قولوا لي، يعني أنتم بتحبوا مثلًا الزحمة، بتحبوا الروقان زيي، ما بتحبوش تخرجوا في الزحام وكده، عرّفوني برضه. أنا عن نفسي لأ، ما باحبش خالص، خالص موضوع الزحمة والكلام ده بصراحة، يعني ما باحبوش. فباحب أكتر حاجة الروقان كده، أكون رايقة كده ويكون إيه، الوقت رايقة والدنيا إيه، مش زحمة خالص. هنا بقى رصينا الحاجة كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، كانت شكلها جميل جدا، وحطيناها كده بقى على السفرة كده عشان نقعد بقى كده مع نفسنا بقى وناكل. بصراحة احنا مش بنقعد على السفرة، انا بعد ما خلصت معاكم تصوير كده بفرش ملاية قديمة عندي كده في الصالة في الأرض كده قدام السفرة، وبنقعد كده كلنا كده في الأرض ناكل بقى كده ونتبسط ونلعب يعني بصوا هتشوفوا معايا تفاصيل كمان دلوقتي لسه كمان كده البنات هحط لهم بقى برضو هيرسموا حنة وكده، فحطيت لهم الحاجات دي الأول، قُلت عشان أرسم لهم الحنة وبعد كده يقوموا إيه، ياكلوا بقى براحتهم وإيه، ويقضّوا كده إيه، سهرة حلوة براحتهم.
وزي ما شفتوا كده بقى فرحة العيد وأجواء العيد الجميلة بقى. العيد في بيتي يا بنات، وفرحة جميلة أوي أوي أوي، ومن أجمل الأيام بصراحة. أنا بالنسبة لي العيد يا بنات هو يوم الوقفة وصلاة العيد الصبح، ده بالنسبة لي هو ده العيد، وهي دي فرحة العيد، وهي دي أحلى حاجة في العيد بصراحة. سهرة كده يوم الوقفة كده أو ليلة العيد كده، السهرة بقى مع نفسِك كده، وتقعدوا بقى مع أهلِك وصحابِك، إخواتِك، ولادِك، أي حاجة كده، تسهروا كده مع بعض سهرة جميلة كده مع بعض، تاكلوا حاجة حلوة، ترسموا بقى حنة، تعملوا حاجات حلوة، بصراحة هي دي الفرحة بصراحة. قولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه كده، وطقوس ليلة العيد عندكم عاملة ايه، وبتعملوا ايه بالظبط؟ عرفوني كل حاجة واكتبوا لي كده كل حاجة في التعليقات، وقولوا لي انتوا عملتوا ايه كده اكل يوم الوقفة برضو، ومين فيكم اللي كانت مبسوطة جدا جدا وسعيدة لما عرفت ان العيد مش يوم الحد. انا كنت مبسوطة قوي 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 بصراحة لما عرفت يا بنات ان العيد هيبقى يوم الاثنين وان الوقفة يوم الحد. كنت بصوا في غاية السعادة بصراحة، لاني بصراحة كنت فرحانة قوي قوي ان رمضان هيجي تامم. يعني انا كنت زعلانة قوي قوي لما قالوا ان رمضان هيجي ناقص، وبقيت اقول لجوزي ازاي هيجي ناقص، هو مش شهر شعبان جه ناقص، فازاي رمضان كمان هيجي ناقص؟ فبقيت ادعي والله العظيم يا بنات، انا في اخر 10 ايام دول بقيت ادعي فيهم كتير قوي 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 ان ربنا ييسر كده، وان رمضان يجي تامم. بقيت ادعي كتير جدا جدا جدا، والحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، ربنا استجاب دعائي الحمد لله، وفعلا رمضان جه تامم. وكانت فرحتي بقى مش عايزه اقول لكم والله. يبقى انا كنت قاعده كده يوم السبت، اللي هم الناس كلها كانوا فاكرين هو يوم الوقفه يعني، وكنت قاعده كده بسمع بقى اما كانوا يعني هيقولوا على استطلاع الرأي، يعني ما كانوا بيقولوا العيد تاني يوم ولا لأ. بصوا أنا كنت عمالة أقول إن شاء الله العيد لأ، بكرة إن شاء الله هيبقى يوم الوقفة. وبناتي يقولوا لا احنا عايزين بكره العيد، اقول لهم لا ان شاء الله بامر الله بكره هيبقى الوقفه. انتوا فاهمين؟ لحد فعلا اول ما قال بكره المتمم لشهر رمضان انا كنت طايره من السعاده. بقيت اقول لجوزي شفت مش انا قلت لك، مش انا قلت لك ان بكره هيبقى يوم الوقفه مش هيبقى العيد؟ كنت طايره من الفرح بصراحه ربنا، فكنت مبسوطه قوي 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 قوي. فاللهم لك الحمد يا رب، والحمد لله ان ربنا كده تم علينا كده الشهر كده على خير، وعشنا اجمل شهر بصراحه في حياتنا. يعني شهر رمضان ده من اجمل الشهور، يعني بصراحة الواحد بيستناه من السنة للسنة. وفعلا أنا نفسي يا جماعة السنة كلها تكون رمضان بجد، يا ريت كل سنة رمضان بجد والله العظيم. من أجمل الأيام ومن أجمل اللحظات، النهار بتاعه مختلف والليل بتاعه مختلف وكل حاجة فيه مختلفة بجد. فربنا يا رب يبلغنا رمضان سنين عديدة كتير جدا جدا جدا، اللهم امين يا رب العالمين. وده كده يا بنات الروتين بتاعي النهارده، وده روتين كده ليله العيد. يا رب الروتين يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم واتبسطتوا معانا كده، و يعني خدتوا كده طاقه ايجابيه، والفيديو يكون عجبكم النهارده. واللي بقى انتوا عملتوا ايه، واللي لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو. لو اول مره تشوفيني يسعدني وشرف في اشتراك طبعا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بامر الله. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه جميعا. استنوني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله بامر الله، فيديو بقى كده روتين اول يوم العيد، فيديو حلو جدا جدا جدا، ونعيش مع بعض اجواء حلوه قوي 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 قوي. كده خلاص البنات بقى عملوا قدامهم زي ما انتم شايفين، واستنوني الفيديو الجاي اشوفكم على خير، مع الف سلامه.